الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أناس تقرض شفاههم بمقارض من نار، فسأل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم خطباء الفتنة. إيه خطباء الفتنة؟ يعني الذين يبررون لكل ظالم ظلمة، دول خطباء الفتنة. هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارض من إيه؟ الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر، مش يجعلوا أهواء البشر خاضعة لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجدوا في بعض الأشياء ما يجعل للناس حجة في أن يتحللوا عن منهج الله. نقولها أنتم خطباء الإيه؟ الخطباء الفتنة. ولذلك تعرفهم به بأنهم يبررون ما يقع ولا يدبرون ما سيقع. الذين يشترون بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا، وهؤلاء هم خطباء الفتنة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا قبل ما نبدا يا بنات ما تنسوش تصلوا على الرسول، حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. تعالوا بقى، النهارده خرجت، رحت جبت شويه حاجات كانت ناقصه البيت بصراحه، واحنا كلنا بقالنا كتير يعني نفسنا في اللوبيا دي، ما عملناهاش بقى لها فتره يعني. فجيت كده حطيتها قبل ما انزل مثلا بساعتين او ساعتين ونص، ان انت بتنقعيها تمام. ما تكتريش عن كده على فكرة، يعني اللي بيقولك قبلها بيوم والكلام ده لا، قبليها بساعة، بنص ساعة، ساعتين، هي بتستوي على طول عامة، ما فيهاش اي مشكلة، ونوعها نضيف. انتوا طبعا يا بنات عارفين ان انا بحب اشوح اللحمة، زيت وسمنة، مستكة، حبهان، قرنفل، بصلاية، جزراية، الحاجات دي بتنكه الشوربة. ونحط كمان رشة سكر عشان اللحمة تستوي. انا اللحمة بتاعتي واثقة فيها، انا جايباها من حد كويس يعني، بس برضو يعني احتياطي. المهم جبت مانجا، انا من عشاق المانجا يا بنات، بحبها قوي، بس مش عارفة دي فونس ولا عويس، بس طعمها حلو قوي مسكر. وطبعا انا ما بغسلهاش، لان الفاكهه عامه لما بتتغسل يا بنات حتى لو حطيتي تحتها مناديل بحسها بتدبل بسرعه، فهي بتسقع وقبل الاكل بنغسلها يعني وكده. طبعا احنا ما عندناش اطفال صغيره، فكل اللي في البيت فاهم ان لما بيجي يطلع حاجه من التلاجة بيغسلها تمام. جبنا بقى حله عشان نعمل التسبيكه، حطيت زيت وسمنه، بصلتين متوسطين ضربهم في الكبه تمام، وبشوح وكده اشوحهم. طبعا انا عملت بنصيحتكم ننزل بمعلقه توم، 3 فصوص توم يعني يعتبر. لما قلتولي اعملي الاكل بدري وكده يا غزل، قلت بصراحه يلا. انا جيت من بره، قلت لو غيرت هدومي وكده هكسل وهبدا الاكل متاخر. طبعا انا برضو ما كنتش فطرت وجيت على طول والله، يعني المفروض كان اغير العبايه والبس اي حاجه اسدال او اي حاجه، عشان يعني مش عايزه ابهدل العبايه ومثلا يجي عليها زيت او سمنه. بس والله كنت بخلي بالي، بس مش هحاول ان انا اعمل بيها مثلا حاجه اكل اخاف عليها يعني انها تبوظ ولا حاجه. انتوا عارفين يا بنات انا لسه جايباها جديده، يجي عليها مثلا بقعه زيت او حاجه. المهم بقلب وكده، كنت بشوف اللوبيا ايه اخبارها. البصلايه بقى يا بنات احنا حطينا طبعا عليها رشه ملح، بس عايزه اقول لكم ان كل ما تخلوا البصلايه تدبل بتاعه يعني التسبيكه هتعملوها لاي طبيخ بتبقى مسكره، تفهمني. المهم انا كده بقى كنت لسه قلت لا هصبر عليها كمان شويه، لسه اللون بتاعها يعني عايزاه لما يكون ذهبي، علشان يعني انا جربت كل الحاجات، بس لما بصبر على البصلايه شويه بيبقى طعمها حلو. طبعا انتوا حافظين انا بنزل بكيس الصلصه الاول، اديله تشويحه مع البصلايه، وبعد كده ننزل بعصير الطماطم. زي ما انتوا عارفين ان عصير الطماطم خلصان من عندي الصلصه يعني، بس ماما عندها يجي 5 اكياس او حاجه، والطماطم كمان غلت عن الفتره اللي انا كنت بقول لكم فيها، بقيت ب20 جنيه، يعني مثلا القفص ممكن 450 500 جنيه، فغالي قوي بصراحه. فانا والله ما جبتش يعني، مستخسره بجد، ومبلغ يعني 500 جنيه كتير. الطماطم كان رخيصه قوي والله يا بنات. كنت زي ما قلت لكم كنت مشتريه القفص ده على 150 جنيه، كان فيه حوالي 30 كيلو. نحط بس رشه سكر الاول وبابريكا، انتوا عارفين البابريكا المدخنه بتدي تيست حلو قوي للاكل، بتديها لون حلو. طبعا انا ما بكترش البهارات، نحط بس رشه فلفل اسود ومكعب مرق خضار، نحط كمان رشه من ال7 بهارات، ولما في الاخر الطماطم تتسبك هتشوفوا هنحط ايه تاني. بصوا رشه صغنطوطه من ال7 بهارات.
والتسبيكة بتبقى زي العسل يا بنات. الطماطم غالية قوي والله يا بنات، نفسي بجد بجد الحاجة تهدى شوية. بقول يا رب يعني، بتمنى بجد ان الاسعار بتزيد، ربنا يهونها علينا جميعا. بصوا بقى يا بنات، كان كده اللوبيا استوت. بتسلقيها من غير اي حاجه يعني، من غير اي اضافات، بس يا بنات ما تدوسوش عليها، يعني ما تدوسوش عليها قوي في السوا، اللي هي تستوي بس مش تلاقوا القشره فصلت. تمام، تبقوا واخدين بالكم كده من الحاجه، عشان مش تلاقوا القشره في حته جوه اللوبيا ده في حته، لا تاخدوا بالكم منها كويس قوي. المهم خلاص، كانت الصلصه اتسبكت، ننزل بقى باللوبيا، وكمان نزود الصلصه بقى بكم يعني شوربه، بشويه شوربه كده. المهم اهو زودتها، وكان طبعا اللحمه دخلت في السوا، بس كان فاضل لها زي 10 دقايق كده. بعد ما اللوبيا بتاخد غلوه يعني، قلت اللحمه هتكون استوت، هروح بقى منزلها ايه في الصلصه. طبعا الصلصه تكون خفيفه احسن في الصيف، شوفوا كده ما تكونش اللي هي تقيله. اخر حاجه بقى بنحط شويه كمون وشويه كزبره، يبقى التوابل ملح ملح، كمون، ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، رشه من السبع بهارات يا بنات، تاكلوا احلى لوبيا. وحطوا لها في الصين توم مع البصلايه، وانتوا بتشوحوا البصل يعني، بتفرق جدا في الطعم. تمام، هي كان عايزه شويه ملح. المهم معلش يا بنات صوتي لو كده، عايزه انام والله، بس قلت امنتج لكم الفيديو. المهم بقى يلا بينا نعمل الرز. انتوا شايفين الاكل معايا على طول اهو، شغلت البوتاجاز كله. نحط زيت ونحط مع النص، يعني نص معلقه زبده، وننزل بالشعريه. طبعا لوبيا يعني رز بشعريه. انا بحب بصراحه الرز اللي هو حبه وحبه اكتر من الرز بشعريه، بس في اكلات يعني ما يمشيش، يعني هي بتبقى اصلها كده، يعني مثلا زي اللوبيا، زي الملوخيه، تبقى عايزه رز بشعريه، فراخ بلدي، فاهمين يا بنات؟ المهم انا كنت بعمل ايه هنا بقى، مش عارف، كنت بغسل الرز. ننزل بقى بالرز. تمام، ايوه كده، ونديله تقليبه، ونحط معاه بقى ورق لورا، واحدة ورق لورا وواحدة حبهان ومكعب مرقة، بنديله تشويحة كده مع الرز، بيفرق جدا في الطعم يا بنات. زي ما قلت لكم، تاكلوا شوية رز زي العسل. نقلب بقى، ونحط رشة ملح ورشة فلفل اسود بسيطة، واحنا الرز بيطلع معاكي مفلفل وجميل. بصوا بقى التسبيكة، وازاي الصلصة خفيفة، مش اللي هي تقيلة تاكليها كده تحس ان هي حامية على صدرك، لا. المهم نحط رشة ملح ورشة فلفل اسود. ما تنسوش بقى يا بنات تشتركوا في القناة، وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، شجعوني يا بنات كده. وكل اللي بيشوف الفيديو، لو انتي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، وتأكدوا يا بنات ان انتوا مشتركين في القناة، لان زي ما قلت لكم قبل كده بيجيلي ان انتوا بتشوفوا الفيديو بيبقى في بعض منكم مش مشترك في القناة. المهم بقى ننزل بالشوربة. خلاص يا بنات كده كنت ظبطت الشوربه بتاعه الرز. اول ما بتغلي بوطي عليه خالص، وبحط عليه تحتيه شياطه عشان يبقى مفلفل بقى وحلو. المهم كده خلاص كان استوى الرز، بس طالع مفلفل وجميل ومظبوط يا بنات، ملحه مظبوط وكل حاجه. كانت الدنيا ليلت، مش عارفه كانت 8:30 او 9. المهم انا خلصته يعني من شويه، بس قعدت شويه وبعدين قلت ايه، شربت فنجان قهوه، وبعد كده ما حدش كان جعان، فصبرت زي ساعه ونص كده، وقلنا بقى ناكل. طبعا ولعت على اللهم صل على النبي، على اللوبيا وعلى الشوربه عشان تسخن تاني، وخلاص واتغدينا يا بنات. بس كنت جوعت جدا والله، لانه زي ما قلت لكم انا ما فطرتش. انا عشان يا بنات متعوده بصراحه يعني ان انا يعني هي مره واحده بس اللي باكل في اليوم، وبقيت اليوم بقى بحب اكل فاكهه بصراحه، يعني اكل مانجا، اكل جوافه، بلح. يعني عندي الفاكهه بصراحه، يعني انا بحب الفاكهه جدا اكتر من الاكل، اكتر من الاكل اللي هو الطبيخ مثلا، اكتر يعني اكتر حاجه بحبها الفاكهه. فما بقدرش اكل دلوقتي الا مثلا مره واحده طول اليوم بقى قهوه، مثلا اكل مارشميلو، جيلي كولا، شيبسي، عارفين حاجة الأطفال دي، هو ده اللي أنا عايشة عليه. المهم طلعت بقى اللحمة على طبق كده. أنا قلت بصراحة ماما هي اللي تقسم، ما ينفعش أقسم اللحمة في وجودها يعني بصراحة. بعدين أنا بحب الحاجة هي تدهني بإيديها،
زي ما بصوا زي كاني يعني انا بتعامل مع ماما كاني لسه شفته بيبي. بحب اتدلع عليها والله العظيم، ربنا يخليها لي. اللي هي يعني انا عايزاها ان هي، انا صحيح عملت الغدا وكده بس هي تديني بقى، هي تديني الاكل وكده. بصوا والله العظيم مش ان انا مثلا المقطع ده انا اكلت كنت جعانه، كنت جعانه مش عارفه، هما كانوا بيجهزوا مثلا بيطلعوا بره الصينيه وهيجوا بقى بعدين يحولوا الاكل وكده، اخواتي يعني. فانا وقفت كلت والله كنت جعانه جدا يا بنات، ما فطرتش. وحسيت ان اللوبيا بقى سخنه كده وطعمها جميل، وحطيت طبق شوربه وعصرت عليه نص ليمونه، طلعت مخلل وكلت بقى. كلت يا بنات واللحمه كانت مستويه ودايبه دوب، والله اللوبيا دي زي العسل. بصوا بقى الشكل، وصفيت الشوربه والصلصه خفيفه. خلاص يا بنات، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وحطوا لي لايكات كتيره وكومنتات حلوه منكم، واشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم في الله ومع السلامه.